بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سيدة هي في السماء دلوقتي بتسبح المسيح. أخدت بركة إنها اعترفت عندي تقريبا آخر 10 سنين في عمرها، وقبل كده لما كانت في جامعة وفي أول زواجها كانت بتعترف عند أبونا ميخائيل إبراهيم، الله ينيح نفسه. أنا كنت أحب أبونا ميخائيل قوي، وخاصة لما عرفت إنه كان المرشد الروحي لقداسة البابا شنودة، وفعلا كان نفسي أتعرف عليه عن قرب، لكن الظروف ما سمحتش. فسألتها كان إيه إحساسك بأبونا ميخائيل إبراهيم؟ قالت لي مش هقدر أقول لك حاجة عنه، لكن قدسك عارف التعبير اللي جه في العهد القديم كلمة رجل الله؟ قلت لها قالت لي اهو رجل الله ده لو انطبق على حد في العصر الحديث ينطبق على ابونا ميخائيل ابراهيم. راجل بسيط، يمكن ما كانش عنده تعليم جامعي، ويمكن كان راجل يعني في كلامه حتى بسيط قوي، لكن هذا الرجل كان رجل الله في العصر اللي كان عايش فيه. الحقيقة الكلمة دي خدتني وفكرتني بقصة. ان وانا في ثانوي كنت سمعت عن ان البابا شنودة بيعترف عند ابونا ميخائيل ابراهيم. هو الحقيقة ما كانش اب اعترافه، كان المرشد الروحي، وكان نفسي اشوفه. ما كانش فيه صور وما كانش فيه اي حاجة تخليك تعرف مين ابونا ميخائيل ابراهيم ده، بس سمعت عنه كتير. في مرة من المرات اعتقد كنت في تانية ثانوي، كنت معدي في الكنيسة بالعرض كده، وكان في اكليل بيتصلى، وكان في اكتر من 8 كهنة بيصلوا الاكليل ده، اذا ما كانوش 10. وانا معدي كده رجعت تاني وسألت احد الشمامسة المكرسين اللي بيصلوا في خدمة الاكليل كل يوم في الكنيسة، وقلت له يا عم فلان، هو ابونا اللي هناك ده ابونا ميخائيل ابراهيم؟ قال لي ازاي انا عرفته؟ بالرغم ان ما كانش فيه اي صورة ليه. وايه اللي خلاني اقول ان ده ابونا ميخائيل ابراهيم؟ هو نفس الاحساس اللي كانت عند السيدة اللي كانت بتعترف عندي، ان ابونا ميخائيل ابراهيم كان رجل الله. كانت الكهنة كلها بتصلي في الاكليل وهو باصص ناحية الشرق ورافع قلبه بصلاة كده، وقاعد يرشم الصليب كل شوية على العريس والعروسة. فحسيت انه في حالة من الصلاة المستمرة، مش مجرد بيؤدي رسوم اكليل او صلاة اكليل. حكاية رجل الله دي حكاية كبيرة قوي، هبتدي معاها فيها سلسلة مع حضراتكم من بكرة بنعمة ربنا. صباح الخير.